ساخنة عاشتها المنطقة الشمالية في المغرب. البارح كانت 15/9 اللي كلشي كنقطع الانفس ديالو وكيتسنى شنو غادي يوقع فيها، حيت هذيك اكثر من شهر وشي وحدين كيوجدوا في عباد الله باش يمشيو يديروا اكبر عمليات هجره سريه في تاريخ المغرب. حاولوا يسوقوا لهادشي، الاف ديال الحراقه جايين من جميع المدن، قاسم مشترك بيناتهم هما دراري صغار قاصرين، ويعقلوا على هاد القاصرين مزيان. غادي نشرح لكم من بعد شي حوايج غيصدمكم، في نفس الوقت غادي نحل لكم عينيكم اشنو طرا البارح، شكون من مورا داكشي، واش كاينين شي اياد خفيه في هذه القضيه، كيفاش نقدروا نواجهوا هذه الظاهره باش ما تعاودش طرا، واشنو علاقه هادشي اللي طرا قوس وقزح، اشنو كيعني هادشي كامل. وبغيتكم تركزوا معايا مزيان الله يجازيكم بخير، وبغيت هذا الفيديو تبارطاجيه الماكسيموم باش اللي فيها يتفضح وهاد عباد الله يتفتحوا. على بركه الله نبداو الفيديو ديالنا. معكم مصطفى بلو. قبل ما نبداو ما تنساش دير واحد لايك كومونتير وبارطاجي مع صحابك. خليونا نبدا. Niggas in my grill tryna phase me. الليله ديال 14/9/2024 رجال الامن دوزوا واحد الليله بيضاء مدينه الفنيدق، المدينه اللي معروفه بالهدوء ديالها، الطيبوبه ديال السكان ديالها، البحر الزوين ديالها. جاو هادو بغاو يخسروا الجو تما. دازت هاد الليله طويله حيت كان واحد الاستنفار امني كبير بزاف، كانوا الاعتقالات بالجنه، كانوا الحجر كيتشايروا فوق الرؤوس ديال سكان مدينه الفنيدق. عباد الله جايين وجايين، كيران جاهم شارجين، القاصرين، كان بزاف الافارقه، فارقه من جنوب الصحراء حيت حنا افارقه، عندهم هدف واحد، جايين بيحاربوا صحه، جايين بين قوسين منظمين. سيدنا طلع النهار ديال 15/9 اللي كان كيتسناه نهار المعلوم، بدات العمليه. تجمعوا الاف ديال المهاجرين كيف ما قلت لكم، منهم مغاربه واللي ماشي مغاربه، والاغلبيه ديالهم افارقه من جنوب الصحراء، وهي تبدا الفوضى. هادشي كامل كان امام معبر ديال السبته اللي كيتسمى باب السبته. الناس اللي ما عارفينش تما شنو كاين واللي ما عمرهم مشاو تما، غادي نوضح لكم شنو طريق الوسط. كاين المعبر اللي كيدوزو السيارات، اللي كيدوزو الراجلين اللي كيمشيو للسبته ولا اللي كيدخلوا للفنيدق. على اليمين كاين البحر الابيض المتوسط، وعلى اليسار كاين واحد الجبل اولا كوديه ولا واحد التله. ورجال الامن ديالنا داروا واحد العمليه جباره، خدموا اخر تكنولوجيات الامنيه في هذه العمليه، ومنعوهم يدوزوا من عمان البحر، حيت بزاف ديال الناس قالوا غنمشيو للفنيدق السبته حيت قراب. منعوهم من المعبر ديال الوسط، مشاو للجبل اولا من التله اولا من الكوديه. تما داز واحد الفوج الاول ديال هاد الحراقه، هازين الحجار كبار كيشيروا على اللي دار وعلى اللي ما دار، حيت الفوضى كبيره. حاليا الاعتداء على القوات الامنيه عندك. ومن موراها غادي يجي واحد الفوج الثاني اللي كانوا فيه بزاف ديال الافارقه اللي جايين من جنوب الصحراء، هما يوحلوا، بقاو البوليس كيتسناوهم وبقاو مبلوكيين وبزاف منهم تشدوا. دابا السؤال المطروح هو خويا، كيفاش بدا هادشي؟ علاش هاد 15/9 دارت هاد البوز كبيره؟ علاش طرات هاد الروينه البارح؟ اول حاجه خص تعرفوه هي الاغلبيه كما قلت لكم اللي مشاو قاصرين، قل من 18 عام، كاين اللي اطفال. وعلاش مشاو؟ حيت بكل بساطه اسبانيا داروا واحد القانون اللي المغرب كيقول ليه حيديه، هو ديال اي قاصر وصل عندهم كيخليوه لهم. هاد النقطه بالضبط اللي لعبوا عليها، وهي اللي استغلوا هاد الايادي الخفيه. وغنقول لكم شكون هما. ايوا سيدنا، قصه وما فيها. هادشي بدا في الفيسبوك، صفحات ديال الناس كانوا يوصلوا المغرب وناس برا المغرب كيقولوا كاملين نفس الجمله: 9/15 الحرايق مضمون من السبته. هذه الجمله كتعاود في جميع الصفحات اللي كانوا كيشجعوا على القاصرين يمشيو. وعاوتاني تم رجال الامن بداو في الاعتقالات ضد شكون؟ ضد هاد صناع المحتوى الكارثي. ما غنسميوش التافه حيت كاين المحتوى التافه اللي كيضر داك الشخص، وكاين المحتوى الكارثي اللي كيضر داك الشخص وكيضر المجتمع كامل. شفتوا اكثر من 60 واحد اللي كانوا كيروجوا لهاد العمليه هذه بالعلالي. بغيت ندوز لهم هذا الميساج. هاد الشباب اللي مشاو كاين فيهم اللي غادي يموت وغادي يدنيبو نتا، كاين اللي غيخلي ميمتو كتبكي وغادي يدنيبو نتا بهذا المحتوى الكارثي اللي كدير. وهاد صناع المحتوى بايعين الماتش. نشرح لكم علاش، اصبروا معايا. فاش كنقول لكم حنا راه داخلين حرب الاخوان، راه هي حرب تيقوبيه، حرب ضد المحتوى التافه، المحتوى الكارثي. ستوب تفاهه عباد الله. كيبدا كيقول لك حريه التعبير، قبل ما تعطي حريه التعبير شوف الكارثه اللي غيدير. المهم اللي خاصكم تعرفوا بان هذه الصفحات ديال المحتوى الكارثي كانوا في المغرب وفي اسبانيا وفي الجزائر. لي زادريس اي بي اللي جبدوا رجال الامن لقاوهم في ثلاثه البلدان. بنادم من اسبانيا كيحرض
ودينا في المياه وواكل شي شاري. لاحظوا معايا هذا المقال ديال جريدة الإكسبريس اللي خرج للباع. صفحات جزائرية تستغل دعوات الحريق لزرع الفتنة وتجييش الشباب المغاربة. المغرب اخويا عنده اعداء بزاف، اي واحد ناجح عنده اعداء، وهاد الاعداء بغاو يضربوا الصوره باي ثمن. حاولوا بزاف ديال الحوايج، الكره السياسيه، الدبلوماسيه، الانسانيه، الصحافه، حريه التعبير، حاولوا ما قدروش، ودابا كيعاودوا يحاولوا هادشي. وبلا ما يجي شي واحد منكم يجي نيه يقول لي هادشي كامل غيطرا في فيسبوك. الربيع العربي طيح الرؤساء طرا في الفيسبوك، زعما ما كانوش ايدو خلفيه من وراه. السؤال هو علاش اختاروا هاد الشباب؟ علاش هادو اللي مشاو دراري صغار؟ علاش هاد الدراري، علاش الدراري الصغار اللي داروا هاد الكرت؟ علاش ماشي الكبار؟ اولا حيت ما عندهمش العقل، وثانيا هاد الشيء عنده علاقه بصحاب الالوان، صحاب قوس وقزح. شنو داروا في هاد الخطه ديالهم باش يزيدوا من صحاب قوس وقزح؟ مشاو الاطفال كيعلموا الاطفال، حيت عارفين الكبير ما غيديو منه التوزه. نفس الحاجه اللي داروها في الحريق. هاد صحاب 15/9 الحريق مضمون، مشاوش قالوها للكبار، لا مشاو قالوها للصغار، حيت اسهل فئه تقدر تلعب ليها بعقلها هما المراهقين. وبنادم مقطع، ولكن نوب كيرجعوا تحف الصفحات. من الاخر بركه ما تعول على الحكومه، صافي الحكومه ما عطاتنيش فرص الصبر، انا غنمشي نحرق، انا نتشير بالحجر وغنبدا نريب. بركه من الحكومه، ما تعولش فيها على الحكومه وما تعول على الدواعي، عول على راسك. هذه هي العقليه ديال بنادم اللي نهازم من الاخر. خلينا من الهضره، كنقولها وكنعاودها. سالات الثوره الفلاحيه والزراعيه، مسات الثوره الصناعيه اللي كانوا كيحتاجوا اليد العامله تمشي تخدم عنده. حنا اليوم في ثوره رقميه اللي ما كتحتاجش الواحد يمشي عند دوله اخرى باش يخدم، باش يدير فلوس، يقدر يخدم من العالم كامل، وفي العالم كامل خاصو غير مهاره. ايوا ديناتك مزيان. وفاش غنقول لك واحد من احسن الرؤساء اللي دازوا في امريكان هو جون كينيدي اللي مات مقتول، واللي كان كيقول الصراحه هذا الخطاب الشهير ديالو، قال امريكان وما ادراك ما الشعب الامريكي. ياك موفرين لهم كلشي، متفق معاه. اسمع اش كيقول، ما تشوفش شنو البلاد ديالك غتعطيك، شوف شنو انت تقدر تعطي للبلاد ديالك. رالف واردو إنيسون قال بالحرب لا نهرب منه نحمل على اكتافنا. هروب من مكان لا يحمل المشاكل دائما، لان هذه المشاكل لما تكون مرتبطه بنا يجب اولا معالجه المشاكل الداخليه. امثل لكم الفيديو بواحد المقطع جد مؤثر ديال واحد المراهق، ديال واحد الطفل كيهضروا مع رجال الامن ديالنا. تحيه رجال الامن. تقرا وتكون مستقبل زوين، زوينه تقرا ان شاء الله طبيب.